اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن 4 نصايح مهمة جدا في عمر 20. اتمنى حد كان قالها لي وانا اصغر من كده، بغض النظر عن فارق العمر اللي ممكن اي حد يشوفه في الفيديو ده. بس النصائح عموما للسن الاصغر بتفيد، لان كل ما الانسان بيكبر تدريجيا بياخد معلومات ونصائح وخبرات من تلقاء نفسه في الحياة، وطبعا من التجارب اللي هو بيخوضها. تقريبا معظم النصائح اللي انا هقولها لكم دلوقتي اتبنت عندي عن تجربة او عن موقف معين، وكالعادة هدرج لكم معظم النصائح بآيات في القرآن، علشان اللي ما بتتدبرش فينا القرآن تبقى عملت معايا تدبر سريع في القرآن، وفي نفس الوقت استفادت استفادة كبيرة. أول آية بتقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنا عارفة إن أغلبيتنا بيغفل عن الذكر وبيغفل عن القرآن وبيغفل عن الصلاة. على فكرة الصلاة ذكر والقرآن ذكر وقراءة كمان في نفس الوقت، بس الذكر بتاع التسبيح والحوقلة وكل الأذكار زي أذكار الحماية، أذكار الصباح والمساء، في ناس كتير قوي فعلا ما بتعملهاش، وأغلبية البنات بيبقوا قاعدين في البيت ومحتاجين ينفذوا الموضوع ده. الحوقلة، التسبيح، وحتى أذكار الحماية لازم يبقوا في يومنا كبنات، لازم تبقى في يومك، بالذات أذكار الحماية تحمينا من حاجات كتير قوي، من شرور الناس، من شرور النفوس، من شرور الأعمال. كل ما هو خطأ بتحميني منه، خصوصا أذكار الحماية. الإكثار من الذكر، الحوقلة، أذكار الحماية، أذكار الصباح والمساء، كل ده بيحمينا من حاجات كتير قوي. تعالوا نتكلم على أذكار الحماية. أذكار الحماية اعملوها مثلا سورة الإخلاص، الفلق، الناس، آية الكرسي، آية النور اللي هي الله نور السماوات والأرض. بالنسبة لي دي آية النور اللي بتحميني. على الأقل يبقى في نوعيات من نوعيات الحماية، لأن آيات القرآن طاقتها عالية جدا، فبالتالي بتدفع عني كل شر. كل ما هو شيء سلبي بتحميني منه. على الأقل يبقى في برضو شوية حوقلة على تسبيح، صلاة على النبي، علشان يومنا يبقى مليان بركة ويبقى فيه إنتاجية. ايه فايدة بقى أذكار الحماية؟ وخصوصا ان دي أول مرة بجد على القناة أتكلم معاكم في أذكار الحماية. أذكار الحماية بتحميني من حاجات كتير قوي، زي ما قلت لكم: الشرور، شر الأنفس، شر نفسي أنا، شر الناس، شر الأعمال، وتحميني من الوسواس والاوفر ثينكينج. وحطوا بقى 1000 خط تحت الاوفر ثينكينج ده. عاوزاكم وانتوا بتقولوا الاذكار اكتبوها زي ما انتوا عاوزين، اي ذكر حطوه في ورقه مع شويه الايات القرانيه اللي انا قلتها لكم والصور. صدقوني هتفيدكم جدا 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 في موضوع الاوفر ثينكينج، لان انا مجرباها. انا كان عندي تفكير مفرط، انا لا ما زلت عندي تفكير مفرط لحد دلوقتي، ولما بيحصل لي اي نوع من انواع التربات او الوقعات في حياتي بيجيلي اوفر ثينكينج وما بعرفش انام. صدقوني اذكار الحمايه هتحميكوا من الاوفر ثينكينج نفسه. فتخيلوا انها ممكن تحميكم من نفسكم، فهتعمل ايه مع الناس؟ هتعمل مفعول السحر في حياتكم. تاني ايه بتقول: ولا تخافي ولا تحزني. اغلبيتنا عارف ايه الفرق ما بين الخوف والحزن، واغلبيتنا كبنات عارف معنى الحزن لوحده وعارف معنى الخوف لوحده. بس الميكس ده في القرآن هو نهي فعلا. ولا تخافي ولا تحزني، اللام دي لام نهي. الخوف هيمنعني من ان انا اخد قرارات وهبقى مترددة جدا في حياتي. الخوف هو المعرقل الوحيد لحياتك، وهيكتفك ومش هيخليكي تاخدي ولا ستيب واحدة في حياتك، وهيوقفك محلك سر. وطبعا بعد كل الستبس اللي انتي خفتي تخطيها، اكيد يعني مش هتبقي فرحانة وطايرة من الفرحة ومبسوطة، اكيد هيبقى في حزن. فعلشان كده ما تخافيش من اتخاذ القرارات والستبس الجديدة اللي انت هتدخليها في حياتك، فبالتالي هيبقى عندك جراءة، فهتحققي احلامك وامنياتك، فبالتالي هتبقي سعيدة. لكن الخوف مش هيجرجر معاه غير الحزن. فبالتالي خلي عندك ثقة بنفسك وثقة بالله، وخدي خطواتك بمنتهى الجراءة.
الستيب رقم 4 تقريبا 3، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أنا عارفة إن الآية دي ممكن إلى حد ما تخاطب اللغة الجماعة، بس أنا عاوزة تخاطبك أنت كبنت، لكي لا تأسي على ما فاتك. أنا عارفة إن في أغلبيتنا عمل ذكريات حلوة كتير أوي في الماضي، وممكن يكون الحاضر بتاعه إلى حد ما ملعبك، بس الماضي بنفتكره بإيجابياته، ما بنتمناش إن هو يرجع. بنعيش كل لحظة في الحاضر بتاعنا، حتى لو كان الحاضر إلى حد ما في لخبطة بنعيشه، بنحاول نخلق البهجة فيه. مهما يئستي من الماضي، الحاضر بتاعك مش هيتعدل، لا تندمي ولا حتى تيأسي. لازم تحاولي تجملي الحاضر بتاعك على قد ما تقدري، لكن العيش في الماضي واليأس والندم ده مش هيولد غير اليأس والندم في الحاضر اللي انت عايشاه. ولا تفرحوا بما آتاكم، ما يبقاش عندك نوع من أنواع الغرور. الآية رقم 4: ولا تيأسوا من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أنا عارفة إن الآية دي برضو بتخاطب الجامعة، بس أنا كان نفسي حد يقولها لي لما كنت مثلا داخلة امتحان وكنت متوقع إن أنا هجيب فيه درجة قليلة، أو متوقع إن أنا أصلا مش هعدي من المادة دي، لأن في مواد كانت إلى حد ما عندي منها نوع من أنواع الإعاقات. الدراسة عموما ما كانتش عاملة لي أي نوع من أنواع الإعاقات غير مادة واحدة بس، العربي. انا بالنسبه لي كنت بجيب فول مارك في الانجليزي والفرنساوي، والعربي ببقى معديه منه على ما فيش، يعني درجتين كمان وما كنتش عدي من الماده. فمعظم الوقت بخرج اعيط ويأس، وما بيبقاش عندي صبر وما بيبقاش عندي هدوء، وبتعصب علشان معرفتش احل كويس او ما اديتش للماده حقها من الاجتهاد، لاني اصلا ما كنتش بحب اذاكر الماده اصلا. فلو انا كان عندي شويه صبر على حبه هدوء مع شويه صغيرين من الامل، كنت هيبقى عندي ماضي في الماده دي ماضي ايجابي الى حد كبير. لكن انا لم احمل من الماده دي غير الماضي السلبي. لحد هنا يبقى الفيديو خلص. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، ويكون عندكم شوية معلومات وخلفيات عن الواقع الحياتي بتاعكم. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.